الديون والقروض. هل تعلم؟ لا، بلاش هل تعلم دي عشان بتفكرني بالدراسات الاجتماعية بتاعت الإعدادية. اتدينت قبل كده؟ طب انت عارف ان الديون دي انواع؟ اه والله، ده كمان في طرق معينة لسداد الديون دي. طب بقول لك ايه، ما تخش في الموضوع على طول، يلا بينا. اهلا بيكم في حلقة جديدة وخطيرة من حلقات فلوسك تحت السيطرة. النهاردة هنتكلم بسرعة وبوضوح عن الديون اللي ممكن تواجه اي شخص. لازم تعرفهم كلهم لانك ممكن تقع ضحية لاي واحد فيهم. في الحلقة دي هنتكلم كلام عملي بسيط تقدر تفهمه وتتصرف بناء عليه، مش كلام معقد وكله كلاكيع. بعد كده هعرفك ازاي تتعامل مع كل نوع فيهم بذكاء، وايه هي افضل طريقة للسداد. أول نوع وأهم نوع هو الديون البنكية والقروض، يعني اللي بتاخدها من البنك. ودي بقى عايزك تركز فيها قوي لأن دي وحدها كذا نوع. في منها قروض مضمونة وقروض غير مضمونة، وفي ديون متجددة، وفي كمان الديون القصيرة أو المتغولة، وأخيرا قروض التعليم. نركز بقى. القروض المضمونة دي اللي بياخد عليها البنك ضمان، عشان لو حضرتك ما سددتش يقدر البنك يتصرف في الضمان ده وياخد حقه، زي قرض العقار او قرض العربية او اي قرض بتاخده بضمان. وكده طبعا انت عرفت ان القروض غير المضمونة هي اللي مش بيكون عليها ضمانات، زي القروض الشخصية وبطاقات الائتمان. عشان كده الفايدة بتاعتها بتكون اعلى والمخاطرة اكبر، على عكس القروض المضمونة اللي فايدتها بتكون اقل شوية. عشان كده انت لازم تخلي بالك من النوع ده لان اثره على ميزانيتك واضح ومباشر. برضو عندنا الديون المتجددة زي بطاقات الائتمان وخطوط الائتمان البنكية، ودي مش بيكون ليها نهاية ثابتة زي القروض العادية، لا، لان انت بتسحب وترد وتكرر. ايوه، يعني ايه؟ يعني بتسحب فلوس وقت ما تحتاج لحد ليميت معين اسمه حد الائتمان، وبعد كده بتسدد المبلغ ده كله او جزء منه، وبعد كده تقدر تسحب تاني من المبلغ اللي سددته، وهكذا. والموضوع بيفضل داير كده طول ما الحساب مفتوح. وطبعا البنوك، وعشان كده اسمه دين متجدد او revolving credit، وده بيخليها خطيرة جدا لو مفيش ضوابط. النوع اللي بعد كده من الديون البنكية اسمه الديون القصيرة او المتغولة. وكلمة متغولة هنا انا قصد بيها انها بتاكل كتير من فلوسك بسرعة، يعني فوائدها ورسومها عالية جدا لدرجة انها بتلتهم دخلك وبتخليك تدفع اكتر بكتير من المبلغ اللي استلفته، زي القروض السريعة payday loans او قروض يوم المرتب. ودي قروض قصيرة المدة جدا، غالبا بتبقى اسبوعين او شهر، يعني لحد ما تقبض مرتبك. فكرتها انك تستلم مبلغ صغير بسرعة وتسدده اول ما المرتب ينزل. بس المشكلة ان الفايدة على المدة القصيرة دي لما تيجي تحسبها كنسبة سنوية بتطلع مهولة، ممكن توصل ل 200% او لحد 400% سنويا. وده بيخلي اي حد يقع فيها يلاقي نفسه بيستلف تاني عشان يسدد القديم ويدخل في حلقة دين مفرغة. الفوائد الخرافية دي كفيلة انها تقضي على اي ميزانية، يعني لازم تتجنبها زي النار. اخر نوع مهم نذكره هو قروض التعليم، ودي ساعات بتبقى استثمار في نفسك لو استخدمتها صح. احنا كده خلصنا انواع الديون البنكية والقروض اللي هي اساسا اول نوع من انواع الديون. نيجي بقى لتاني نوع وهو ديون الشراء بالتقسيط من المحلات. وده طبعا بيحصل لما حضرتك بتشتري شاشة او موبايل او تكييف بالتقسيط، وفي النوع ده بيبقى فيه ساعات فوايد مدفونة في السعر او رسوم خدمات. عشان كده لازم تخلي بالك كويس قوي، لان الشراء بالتقسيط بيخليك تحس في اللحظة اللي انت فيها ان الحاجة رخيصة لانك بتدفع قسط صغير، لكن لما تحسب مجموع الاقساط مع الفوايد او الرسوم الادارية هتلاقي انك دفعت اكتر بكتير من سعرها النقدي. عشان كده لازم تستفسر كويس قوي وتحسب حسبتك قبل
قبل ما تخطي خطوة واحدة. وان شاء الله هنعمل لكم حلقة خاصة هنتكلم فيها بالتفصيل عن مخاطر الشراء بالتقسيط واسرار كتيرة هتعرفوها في الحلقة. خلونا في موضوعنا. ثالث نوع من انواع الديون هو الديون بين الافراد، زي الاستدانة من صاحبك او قريبك او حتى جمعية. دي مش بتبقى فايدة رسمية، لكن بيبقى ليها وزن نفسي واجتماعي، وبعضها ممكن يعمل متاهة لو ما تسجلتش او لو ما اتفقتش على شروط واضحة. رابع نوع ديون الفواتير والمتأخرات، زي فواتير المية والكهرباء والإنترنت والاشتراكات. والنوع ده في ناس كتير بتتجاهله لغاية ما تتجمع وتبقى مشاكل أكبر، وممكن تأثر على خدماتك أو تسبب غرامات. خامس نوع الديون الطبية، ودي زي مصاريف علاج أو عمليات بس تكاليفها مش مغطاة بالكامل. وعلى فكرة دي بتكون مفاجأة وقوية ولازم تعملها بخطة، لأن مش ممكن تسيب صحتك تتضرر بسبب الحسابات. سادس نوع الديون الضريبية أو الاستحقاقات الحكومية، زي المخالفات أو الضرائب المتأخرة، ودي طبعا ليها قواعد وإجراءات مختلفة عن أي دين تاني، ولازم تتعامل معاها بسرعة قبل ما تتضاعف. سابع نوع الديون اللي بتكون بسبب الكفالات والضمانات، يعني لو ضمنت شخص والشخص ده ما قدرش يسدد لأي سبب ما، فالدين ده دايركت بيتحول على حضرتك، لأن الضامن دافع، وده موقف لازم تاخده بجدية قبل ما توقع على أي ورقة. آخر نوع معانا الديون الاستثمارية، يعني لو استلفت فلوس عشان تستثمر سواء في مشروع أو أسهم أو أي نشاط اقتصادي، حتى لو المخاطرة محسوبة، فدي برضو بتعتبر ديون عليك لازم تسددها. وعندنا في المحاسبة بيبقى اسمها خصوم. طب ممكن تقول لي أنا هستفاد إيه لما أعرف أنواع الديون؟ ما هي كلها ديون وخلاص. سؤال وجيه وكويس إنك مركز معايا، وعشان السؤال ده مهم أنا عملت لك حلقة خاصة عن أهمية إنك تعرف أنواع الديون وتأثير المعرفة دي على استقرارك المالي. هتظهر قدامك دلوقتي وممكن تبقى ترجع لها، إنما دلوقتي خليني أرد عليك باختصار. لما تعرف أنواع الديون هتعرف إزاي تتصرف مع كل نوع صح، لأن معرفة النوع بتساوي معرفة الحل. يعني لما تفهم الأنواع دي كويس هتعرف إزاي تتفاداها أولا، ثانيا هتعرف إزاي تتعامل معاها صح لو وقعت فيها. وأكيد مش هنخلي اللي عارف وفاهم زي اللي ماشي كده بالبركة. ده حتى ربنا بيقول في سورة الزمر: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. يعني ببساطة بدل ما الدين هو اللي هيتحكم فيك، انت اللي هتبقى ماسك زمام الامور. وعشان تطبق ده فعليا في 3 حاجات مهمة لازم تبقى عارفها عن اي نوع دين، والحاجات دي فعلا تهمك وهتفرق معاك وهتخليك ذكي في التعامل مع اي دين. اولا الديون الجيدة والديون السيئة. لازم تعرف ان مش كل دين شرير. يعني مثلا لو استلفت عشان تشتري حاجة هتدر عليك دخل او هتزود مهارتك او هتعلمك حاجة تكسب بيها بعدين، يبقى ده دين جيد، وممكن نقول عليه كمان دين استثماري. لكن لو الاقتراض كان عشان تشتري شاشة 75 بوصة وانت اصلا مش محتاجها، ده دين سيء واللي بنسميه دين استهلاكي. القاعدة: اعرف هدف القرض قبل ما حتى تفكر فيه. ثانيا افهم الفايدة والمدة، ما تنخدعش بالقسط الشهري بس، احسب مجموع اللي هتدفعه. يعني مثلا مدة طويلة ممكن تخفف القسط الشهري، لكن هتزود مجموع اللي هتدفعه على المدى الطويل، والفايدة 10% مش زي 15 مش زي 20. علشان كده لازم تحسب التوتال كوست مش بس القسط الشهري. القاعدة: الفايدة والمدة هم اللي بيحددوا العبء الحقيقي. ثالثا استراتيجية السداد اللي تناسبك. في استراتيجيتين مشهورين وفعالين جدا في سداد الديون. الاستراتيجية الاولى اسمها افالانش، اما التانية اسمها سناوبول. يعني ايه دي ويعني ايه دي؟ بص يا باشا، دول اشهر طريقتين علشان تسدد ديونك، وكل طريقة ليها اسلوبها ونفسيتها المختلفة. طريقة الافالانشي او الانهيار الجليدي، ودي فكرتها زي جبل جليد، هتبدأ من القمة العالية لحد ما توصل
يوصل لأدنى حاجة. ايوه، يعني اطبقها ازاي؟ دلوقتي انت عندك مجموعة ديون. اول حاجة هتكتب كل ديونك من الاعلى فايدة للاقل فايدة، وهتبدأ تسدد الديون كلها مرة واحدة، ولكن هتسدد الحد الادنى لكل دين فقط، واي فلوس زيادة هتروح للدين اللي عليه اعلى فايدة لحد اما تخلصه. بعد ما تخلص الدين اللي عليه اعلى فايدة هتاخد فلوسه اللي كنت بتسددها وتوجهها للدين اللي بعده في الفايدة، يعني زي ما انت مرتب في الجدول، وهكذا. الفايدة الاجمالية اللي هتدفعها هتكون اقل، لكن ممكن ما تحسش بانجاز سريع، لان اول دين ممكن ياخد معاك وقت طويل. علشان كده الطريقة دي بتكون مناسبة جدا لو عندك كذا دين عليهم فايدة عالية زي الكريدت كارد مثلا. الطريقة التانية اسمها سناو بول او كرة التلج، ودي فكرتها انك هتسدد الديون زي كرة التلج اللي بتبدأ صغيرة وبعدين تكبر وهي بتتدحرج. طب بتطبق ازاي برضو؟ هتكتب كل ديونك من الاصغر للاكبر بس من حيث المبلغ بغض النظر عن الفايدة. هتبدأ تدفع الحد الادنى لكل الديون، واي زيادة هتروح للدين الاصغر في القيمة. اول ما تخلص اصغر دين هتاخد القسط بتاعه وتضمه للدين اللي بعده في القيمة، وبكده هتحس انك بتسدد ديون قيمتها اقل بس اسرع. الميزة هنا انك بتحس بانجازات سريعة بتحفزك تكمل، لكن ممكن تدفع فايدة اكتر على المدى الطويل. وبالتالي لو عندك كذا دين، وخاصة لو فيها ديون فايدتها عالية زي الديون الشخصية او السيئة اللي قلناها، يبقى استخدم طريقة افالانش ده لو عايز توفر فلوس. اما لو انت محتاج دفعة نفسية علشان تفضل مستمر، خاصة لو مفيش ديون فايدتها عالية، يبقى استخدم طريقة سناو بول. ابدأ بأصغر دين لحد ما تكسب زخم، وكمان خلي دايما صندوق طوارئ صغير حتى لو 1000 جنيه علشان ما تضطرش ترجع تقترض لو حصل ظرف. نصيحة أخيرة، تفاوض مع البنك لو الفايدة عالية، أو فكر في إعادة تمويل، وقلل استخدام بطاقة الائتمان، سيبها للخطر بس. الخلاصة، اعرف نوع الدين، احسب الفايدة والمدة، وخطط للسداد بطريقة ذكية. اتعامل مع الدين على إنه أداة ممكن تساعدك لو استخدمتها صح، وممكن تكسرك لو سبت الأمور للصدفة. لازم تبدأ دلوقتي. اكتب كل ديونك في ورقة، النوع، الفايدة، والقسط. هتلاقي الصورة كاملة وواضحة قدامك، وبلاش تسيب الأمور سايبة. استنونا في الحلقة الجاية، موضوع جديد ومفاجآت جديدة. هنتعلم حاجات أكتر في حياتنا المالية علشان نكون دايما في أمان، وتبقى دايما فلوسك تحت السيطرة.